قولي لي بقى ايه موضوع الطيران؟ اعرف ليكي حكايات كده في الطيران وبتاع، قالوا لي عليها. انا عملت دراسه عنك يعني. والله يا مامي. قولي لنا ايه موضوع الطيران؟ يعني ايه موضوع الطيران؟ يعني حصل لي ايه؟ ايه اللي حصل لك في الطيران؟ اكتر حاجه حصل بلاوي، حصل حاجات كتير قوي. دول 9 سنين يعني، مش في. انت كنت في طيران تونسي ولا ايه؟ في طيران تونسي. في خطوط تونسيه. بس اكتر حاجه حصلت لي كنت في السعوديه، كان مقضين هناك 6 اشهر شغل، و حرقت وشي بالميه السخنه في الطياره. ازاي؟ وشي كله اتحرق. كنت واخده كده عشان اعمل كوفي ليا، وكانت الطياره كده فري فلات، ما كانش عندنا باسنجر في الطياره، وكنت عايزه اعمل كوفي ليا، ولا مش فاكره كويس قوي بالظبط، بس اخدت الميه السخنه وكنت عايزه اعدي كده، والميه كلها جت في وشي. عارفه من كده عمليات التجميل بتجيب نتيجه برضه يا حياتي. بس بجد عندهم طب فظيع، وعندهم دواء ماجيك قوي في الطيران. بس عايزه اقول لك على حاجه. شفتي الصندوق اللي بنحط فيه الدواء في الطياره؟ ده كل ما بعدي واعمل، كلنا لما بنعمل بريفنج بنعمل تشيك على الطياره لما بنطلع، كل مره بشوف ادويه بقول دي مين هيستعملها، والله مش عارفه حد هيستعملها. لما اتحرق وشي الحرق الورقه دي اللي انا كنت بعدي عليها كده، اول واحده استعملتها هي انا. يا شفتي. بس والحمد لله عملوا لي دواء كويس قوي، لا كانوا اصحابي معايا ساعدوني كمان. لا مش باين اي حاجه على فكره، مش باينه. حلو جدا يعني، مفيش بقعه ولا بتاع.